مقتل كيث وارن في تكساس جريمة لم تحل لأكثر من 20 عاماً، لكن ما هو السبب وراء قتله؟ وكيف تم اكتشاف القاتل بعد كل هذه السنوات؟ في عام 1980 تم العثور على كيث وارن البالغ من العمر 26 عاماً ميتاً داخل سيارته في نيو برانفيلس، تكساس. لم يكن هناك أي دليل واضح عن الجريمة، وكانت التحقيقات تجري دون أن تكشف عن أي شيء يذكر. كان كيث قد اختفى لبضعة أيام قبل أن يتم العثور عليه ميتاً في سيارته. لكن ما كان غريباً أن القتل لم يكن يبدو عشوائياً، بل كان مدبراً بعناية، والتحقيق في القتل لعدة سنوات دون نتائج، إلى أن جاء عام 1999. بدأت الأدلة القديمة تفحص من جديد باستخدام تقنيات الحمض النووي، وفي هذه اللحظة بدأ المحققون يرون الضوء في نهاية النفق. تقنيات الحمض النووي الحديثة التي كانت غير موجودة وقت الحادثة ساعدت في إعادة فتح القضية بشكل قوي. بعد مراجعة الأدلة تم الكشف عن القاتل مارك كيلر، رجل في الثلاثينات من عمره، كان يملك سجلاً جنائياً مرتبطاً بالمخدرات. لكن لماذا قتل كيث؟ الإجابة كانت صادمة. كيلر كان في خلافات مالية مع كيث وارن، كان قد دخلا في شراكة تجارية فاشلة، وتسبب ذلك في تصاعد التوتر بينهما. في الواقع كان النزاع حول المال. كان كيث قد حاول إلغاء شراكة مالية كان قد وقع فيها مع مارك. هذا النزاع تحول إلى شيء أكبر مما كان متوقعا، فبعد أن زادت الضغوط بين الطرفين قرر مارك أنه يجب أن يتخلص من كيث ليتخلص من المشكلات. مارك قتل كيث في تلك الليلة بسبب أحقاده الشخصية. لم يكن القتل مجرد حادث عابر، بل كان مدبرا في لحظة كان يعتقد فيها أنه لن يواجه أي عقوبة. تحليل الحمض النووي أظهر بوضوح أن مارك كيلر كان في مسرح الجريمة، ولم يكتفي هذا فقط، بل بدأ الشهود يظهرون بعض الأدلة التي تثبت أنه كان متورطا في الجريمة. لم يكن هناك أي دليل قوي في البداية، لكن مع التقنيات الحديثة اكتشفت أدلة لا تترك مجالا للشك. بعد مرور 20 عاما تمت محاكمة مارك كيلر في 2004، وتم الحكم عليه بالسجن مدى الحياة. لكن القضية أبرزت درسا مهما: العدالة قد تأخذ وقتا طويلا، لكن في النهاية لا شيء يظل مخفيا.